هو زي ما تفضلت كده. انا رايي ان احنا عندنا خطط عاجله وخطط عاجله فيما يخص الرياضه. خلينا في الرياضه اللي بنتكلم فيها. فيما يخص الرياضه، انا النهارده احنا كل المشكله بتاعتنا، الاشكاليه بتاعتنا كلها ان احنا عندنا رياضه بطوله بس ما عندناش رياضه منافسه ممارسه. نعم. ما الشعب ما بيلعبش، شبابنا ما بيلعبوش. فرياضه البطوله بتاعتنا بتتاخد من قطاع صغير جدا 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 لا يمثل القاعده اللي هي 80 او 90 مليون. انا رايي ان احنا نسيب اللي شغال فوق زي ما هو، ما احنا بقالنا سنين طويله في الهم ده، نسيبهم كمان 5 6 سنين. سيب اللي فوق ماشي زي ما هو، بس نبتدي تحت نصلح بقى. ناخد بقى نركز على الولاد اطفالنا الصغيرين كلهم، يبقى كل تركيزنا عليهم. لو احنا عملنا تركيزنا عليهم علميا في مدرسه، صلحنا لهم المدرسه بتاعتهم، يعني صلحنا لهم المنهج بتاعه وجبنا لهم مدرس اللي بديله مرتب كويس قوي، وخليته يمارس كل انواع النشاط الحركي لفتره زمنيه. لما انا بقول من 6 سنين لغايه 12 بيمارس كل الانشطه، هقدر اعرف مين المواهب الموجوده بعد 6 سنين في الولاد دول. نعم. اقدر اعمل قاعده ابطال كبيره. نعم. والولاد اللي بيمارسوا دول اخليهم يمارسوا لاخر عمرهم عشان المجتمع يستفيد منهم، لياقتهم كويسه وصحتهم كويسه فينتج كويس وهكذا. نعم. مش هو ده اللي المفروض؟ وهو ده اللي بيمشي في امريكا حضرتك. يعني هم اصلا بيحطوا الرياضه للجميع. يعني الرياضه ممارسه للاطفال، بتلاقي الطفل ده حق. ده حق، ده وفرض على فكره. نعم. حضرتك بص، يعني احنا هنا الرياضه في مصر انا بحس ان هي كره قدم واهلي وزمالك، ومفيش حاجه تانية. هو الرياضه مش كده خالص. الرياضه هي نشاط، ما احنا بنقول له دايما في النشاط. انا عايز كل واحد يلعب. بس يعني حضرتك انت لو انت خرجت ولعبت 45 دقيقه، مشيت، جريت، عملت الرياضه اللي هي اي نشاط، اي نشاط حركي كويس، انت حركت الدوره الدمويه، اربطه، مفاصل، عضلات، بالظبط كده. ريحت نفسك من الضغط النفسي العصبي، عرفت تنام كويس، هتاكل كويس مع مجموعه تغذيه، هتلاقي الواحد صحته تبقى كويسه. ده بالعكس، لو الناس اللي هم هنا في مصر قايمين على اللي هو رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه، لو انا عندي شعب صحي، انا بوفر فلوس بالنسبه للي هو الدواء والعلاج والمستشفيات، وتاخد اجازه من يعني كل الحاجات دي بتاثر. وهتبص حضرتك تلاقي مثلا اليابان، امريكا دلوقتي مثلا في كل مصنع تلاقي يحط مثلا في نادي جوه المصنع، الرياضه تعويضيه. لازم الراجل يقعد مثلا 3 4 ايام في الاسبوع، يخش ساعه عشان يلعب ساعه بالظبط كده. ويقول لك وحتى الابحاث اثبتت ان هو بالساعه ديت ينتج اكتر. كويس. لكن احنا ما بنبصش كده، احنا فاكرين ان الرياضه هي بس الرياضه مسخره عندنا، كرة قدم بس يعني. وحتى كرة قدم حضرتك، يعني انا هنا مثلا انا ببص مثلا للاهلي كمنظومه يعني، او كنادي. النادي الاهلي او اي نادي يعني ده بياخد معونه من الحكومه. لا، ما بياخدوش دلوقتي، بس هو الاول كان بياخد معونه يعني يعني كان بياخد معونه. المعونه ديت بتيجي من فلوسك وفلوسي اللي هي الضرايب وكده يعني. وفي نفس الوقت بتلاقي هي اللي بيقتصر على الفرد ان هو يخش يبقى عضو في النادي دوت، الا الناس اللي هم مبسوطه. يعني لازم تبقى معاك مثلا 150,000 جنيه عشان ابقى اخش امارس رياضه. والناس الغلابه هو ما يقدرش يعدي من جنب النادي. طب ما ده مش عادل. ما ده عشان كده انا بقول اذا كنا عايزين نصلح منظومه الرياضه، نعم، الدوله بتشيل ايدها من قطاع البطوله، مالهاش علاقه بيه خالص، ده بتاع القطاع الاهلي. نعم. انما انتوا هاتوا لي ارض واعملوا لي ملاعب. انا عايز كل طفل، ده احنا عايزين نحطها في الدستور. نعم. ممارسه الرياضه، ممارسه النشاط الحركي، حق لكل مواطن. حق لكل مواطن. نعم. حقه ان يجد المكان اللي يلعب فيه والوقت اللي يلعب فيه. نعم. هل حد يسمع كلامنا؟ والله يا استاذ ابراهيم يسمع لو وصل الناس اللي هم بيقدروا وبيفهموا. ما زي ما حضرتك تفضلت، احنا الدوله متخيله ان الوزير ربيلي ده وزير كوره. نعم. انه وزير بتاع منتخبات، هو لا له علاقه بالمنتخبات ولا بالكوره ولا بعلاء اسماعيل اللي ابو القاسم اللي فاز، ولا له علاقه بالكلام ده. هو علاقته تحت. انا اعمل القاعده الكبيره دي اللي بتعمل. انا اخلي مصر كلها تلعب عشان ينتجوا. عشان الاقي صحه كويسه، عشان لما اخدهم عشان في الجيش الاقي رجاله، عشان لما يروح يبقى موجود في شغله يبقى قوي، عشان تبقى كويسه، عشان نعم. الدوله تنظر للرياضه نظره دونيه. نعم. والشعب بينظر لها نظره دونيه. نعم. يعني ده ملخص الموضوع. نعم. في بس مصطفى بيقول يا استاذ ابراهيم لازم يكون في اهتمام بالرياضات الاخرى، عشان احنا لو اهتمينا بيها هنبقى واخدين ميداليات. ودي حقيقه. دي حقيقه بنقولها بعد كل دوره اولمبيه. نعم. يعني احنا ما نلاقي انجي
محمد بتقول ايه اسباب تمثيل مصر السائي في كل الاولمبياد؟ ما هو تمثيل مصر السائي في كل الاولمبياد اللي هو الكلام اللي بنحكي فيه ده، لان انا مش ما عنديش قاعده ممارسه. لازم ابتدي الموضوع من الاول، ان كله يمارس. هيتفوق ناس او يظهر لنا مواهب، اخدهم اعمل منهم ابطال واعملهم بالطريق الصح. فده مش عندنا يا ست انجي. يعني هقول ايه بس. في سؤال تاني، منى بتقول عبد العزيز لازم ندعم الرياضات الفرديه ونسيبنا من الرياضات الجماعيه اللي موديانا ورا. طبعا الكلام ده كله لو انا دلوقتي رجعنا لبعد الدوره بتاعت بكين، اخر دوره مش كانت بكين؟ نعم. هنلاقي نفس تعليقاتنا. نعم. وكان كل سنه بعد ما بتتعمل دوره اولمبيه ونخلص كان يتعمل قرار، يقولوا اعملوا لجنه عشان تشوف الاداء السيء، ويتعمل لجنه والناس بتروح. نعم. وكل مره بتروح ويعملوا ويقعدوا يكتبوا يعملوا، ما يعملوش حاجه. ما هو بص حضرتك يا استاذ ابراهيم، هو احنا هنا بنتكلم كتير، ما بنعملش حاجه. فعل ما فيش فعل. قرارات كتيره، قوانين كتيره، لكن احنا بنفعلها؟ لا، ما بنفعلهاش. هي دي مشكلتنا يعني. لكن انا عارف ان احنا هنا في مصر في عقول ما شاء الله، بس ادي الناس دي فرصه. يعني ادي الناس دي فرصه، اشتغل مع الناس ديت، هيبقى في شغل. والله دكتور عصام، يعني مش عارف، قول لي في المناهج بتاع في كليه التربيه الرياضيه في الجامعه عندك هناك، المناهج اللي عاملينها ايه؟ المناهج اللي موجوده اللي بيدرسوا بيها خريج التربيه الرياضيه في الجامعه الامريكيه بيطلع يشتغل ايه؟ نعم. بيطلع يشتغل فين وبيدوا له ايه؟ نعم. خريج التربيه الرياضيه انا في الكليه اللي انا فيها دي فيها تخصصات اصابات ملاعب، مدرس تربيه رياضيه، ممكن يطلع علاج طبيعي، دكتور علاج طبيعي، كويس، اخصائي علاج طبيعي، اخصائي علاج طبيعي، مدرب، اداري، اداري، نفساني. طيب بفكرني عشان تكلمني عن النفسيه دي. عايز اسالك الاخصائي النفسي ده بس شويه. نعم. دول تخصصات. نعم. من اولى بيدرس التخصص ولا بعد فتره معينه؟ هو حضرتك هو من اول سنه اولى بيدرس التخصص. يعني هو حتى لما بيجي بيحط اللي هو الابلكيشن بتاعه ويكتب يقول انا عايز كذا، انا عاوز ابقى مثلا ايه الطب النفسي او الطب الرياضي النفسي. كويس. هو خلاص هو من اول سنه بيبقى كده. فهو بياخد مواد. هو نظام التعليم هناك هو لازم يخلص 120 ساعه عشان يخلص البكالوريوس. 120 ساعه في 4 سنين، يطلع ياخدهم في 3، ياخدهم في 3 سنين ونص 4 سنين، يعني على حسب هو على عدد الساعات اللي هو بياخدها، يعني على حسب السمستر. 120 ساعه 120 ساعه. كويس. في كل المواد. في كل المواد. كويس. ده يخلص ديت 120 ساعه ياخد بكالوريوس تربيه رياضيه، وعلى حسب التخصص اللي هو فيه. وبعد ما يخلص التخصص اللي هو فيه حضرتك يبدا. انا دلوقتي هبقى مدرس تربيه رياضيه، بعد ما اخلص دوت لازم اخد امتحان اللي هو للرخصه، اللي هو ممارسه المهنه. ممارسه المهنه. كويس. ده اللي هو مدرس تربيه لاي تدريس. تخصص. لاي حاجه. كويس. وهنا في امريكا يعني هو بتلاقي في امريكا في اي تخصص من التخصصات لازم تاخد اللي هو رخصه ممارسه المهنه. لان هو ممكن يقول لك ايه، ما هو قعد 4 سنين حفظ الحاجات ديت، او هو ما عندوش خبره ان هو يبقى مثلا مدرس تربيه رياضيه. فيدوا له امتحان، والامتحان ده بيبقى تابع اللي هو مثلا وزاره التعليم، وزاره التربيه والتعليم. كويس. فبتقول ان الراجل ده مؤهل يقدر لو مدرب وجمعيه مدربين او كلام. طيب فيما يتكلم بالاخصائي النفسي. نعم. لان انا ما عندناش ده. نعم. ودي مشكله كبيره جدا. نعم. ومش معترفين بهذا الموضوع عندنا. المناهج بتاعتها يا اما ان احنا يعني عايزين يعني تحاول يعني نستفيد منك في هذا الموضوع، ان كليه من كليات التربيه الرياضيه اولا اتمنى ان هم يعملوا نظام التخصص، لان هم لغايه دلوقتي بيطلعوا مدرسين، واصلا المدرسه المصريه ما فيهاش تربيه رياضيه. انا مش عارف المدرسين بيعملوا ايه، فاللي حصل انه بيطلعوا يشتغلوا اي حاجه. فاحنا عايزين نعمل نظام التخصص، بس انا عايز الاخصائي النفسي ده. نعم. ما اعرفش انت عندك درايه يعني ايه شكل الحاجات اللي بياخدوها قد ايه في ال4 سنين دي؟ هو برضك نفس نظام حضرتك. انا ما عنديش يعني فكره. انا فاهم. لكن انا ما بدرسش اللي هو مش تخصصي يعني. لكن هو بيدرس 120 ساعه في اللي هو نفس التخصص اللي هو هل المنهج ده سهل ان احنا نشوفه ايه ونعمله ايه؟ طبعا. لان احنا عندنا مشكله ومش معترفين بهذا الموضوع، وهذا الموضوع مهم جدا. احنا عندنا مشكله باديه منين؟ احنا بندخل ولادنا في المنافسات، يدخل بطولات في سن 8 9 سنين و10 سنين. نعم. وهذا محرم دوليا. نعم. لان الجهاز العصبي بتاعه ما اكتملش. نعم. والمفروض ما يخشش منافسات الا بعد 15 سنه. نعم. بعد مرحله البلوغ. نعم.
فالولاد لما بيخشوا في السن الصغير في منافسات، خاصة لو بقى سباحة ولا أي حاجة، أي منافسة بتبقى فيها يعني في اللعبات الفردية بالذات بتبقى قاتلة جدا، فيا عيني بيبقى ضغط جامد على الجهاز العصبي بتاعه، بيحصل له خلق، بيحصل فيه بتعور، بتخدش، بيحصل له دامج فيه في الجهاز العصبي. نعم. يكبر يجي يخش بقى الولد ده مثلا يبقى بيلعب سكواش ويبقى ماتش بول، هيكسب الماتش كله، فاضل نقطة واحدة هيكسب الماتش كله. نعم. تصور يخسر النقطة ويخسر شوطين ويخسر الماتش. طيب في مكالمة بس من القاهرة ناخدها، الأستاذ وليد. مساء الخير يا أستاذ وليد. ازيك يا فندم؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ لا أنا مش لا الدكتور اللي قاعد قدامي أنا مش دكتور، الدكتور عصام هو الدكتور. أنا ازيك يا أستاذ؟ بعد إذنك ازيك يا أستاذ عصام؟ أهلا، ازاي الصح؟ يعني هو الأستاذ وأنا دكتور ولا مش عارفني الأول؟ طب قول له أنت مين أصلا؟ مش أنا وليد ابن عم خليل بتاع الصوافة، ابن الحاج أم نبيل، أخو ماهر ونبيل ومحمود. هو يا عم جاب لك عابدين كلها اهوت. صاحب حاتم ووائل وياسر. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ وليد؟ الله يخليك يا باشا. انت من عابدين بقى ولا منين يا عم وليد؟ من الصوافة. امال ده يعني ده الاساس بتاع عابدين كله. انا جاره والحاجه ست والحاجه ام علي وكده، ده هم اللي مربينا الناس دي، الاساس منطقه عابدين يا حاج ابراهيم. ربنا يكرمك ويكرمهم يا عم. شيت وبالذات عصام ده انا يعني ده اخويا الكبير. الله يخليك. ده اخويا الكبير بجد يعني. الله يخليك يا استاذ وليد، الله يخليك. ودايما بالتوفيق يا كابتن عصام، ومنور الشاشه والله منور الشاشه. الله يخليك. الله يخليك. منور مصر كلها يا دكتور عصام في زيارته دي كلها. الله يخليك. شكرا يا استاذ وليد، شكرا. ايه يا بنت استني بس الراجل اصل الوقت خلص دلوقتي. هل ممكن يعني في نص دقيقه انا اتمنى ان احنا نعمل حاجه نستفيد من الجامعه دي، نعمل نوع من انواع التبادل ده. اتمنى ان احنا نقدر ندخل الموضوع، وانا اتكلمت يمكن معاك يا دكتور في هذا الموضوع قبل كده. اتمنى ان موضوع الاخصائي النفسي ده موضوع مهم بالنسبه لي. والله يا استاذ ابراهيم انا تحت امرك في اي حاجه يعني. انا فعلا يعني على فكره امريكا سهل جدا التعامل معاها. يعني انت لو جيت مثلا وحبينا نعمل تبادل رياضي او تبادل تعليمي بين الجامعه بتاعتي واي جامعه هنا، سهل جدا. هناك سهل جدا، هو بيبقى تعقيد هنا في مصر يعني انا حاولت حضرتك ان انا مثلا اعمل لو تفتكر حضرتك احنا من 3 سنين اتكلمنا وكنا اتكلمنا عن اطفال الشوارع. نعم كويس. اطفال الشوارع انا يمكن يعني انا في بحث او في دراسه انا عاملها، والله احنا ممكن نستفيد باللي هو طلبه الجامعات ومش هتكلفنا اي حاجه. كويس ان احنا نخلق من حتى مش اطفال الشوارع بس، اللي هو الشباب اللي هم تسربوا من تعليم وتسربوا ده، ازاي اعمل منه ابطال، ازاي ممكن نغير منهم يعني. انا حضرتك انا بقول لك انا في الماجستير بتاعي، انا عملت في الماجستير بتاعي بحث ان اذا كان الرياضه ممكن تغير من سلوك الفرد او المجتمع. وكان معايا شويه مجموعه ولاد يعني، وفعلا اثبتت ان الرياضه ممكن تغير من سلوك الفرد والمجتمع. نعم. فده يبقى شيء كويس يعني. فانا اتمنى يعني انا في حاجات ممكن نساعده. لو في اي حاجه. طب قبل ما تسافر بالسلامه تسيب لنا ورقتين 3 انا تحت امرك، وهنشوف مين اللي هيمسك. ما احنا عندنا يعني لما ان شاء الله تتعمل وزاره نشوف مين اللي هيمسك هذا الكلام، لان احنا بنتكلم على قضيه فيها عدد كبير جدا ومش عارفين نحلها. انا تحت امرك. احنا مش عارفين نحلها اصلا. انا تحت امرك. ربنا يعني يخليك. انت مسافر بالسلامه امتى؟ انا مسافر يوم 15/8 ان شاء الله. طيب قبل يعني قاعد معانا شويه ان شاء الله. طب خلاص يبقى ممكن نعمل هذا الكلام على فكره، ونعمل الاتصالات ديت، يا رب نعرف نعمل ده. فاذا كان كده جاهز انت الكلام ده، ازاي نعمل ده وازاي نعمله تعاون، نعمله مع جامعه. نعم. يعني نعمل الحدوته دي مع جامعه. نعم. بمعرفه الوزاره، عشان هي تبقى اللي هم اخواننا بتوع المركز بتاع الحقوق بتاع الانسان ده والكلام. نعم. اللي هم هذا الكلام. نعم. دي قضيه خطيره جدا، لان طفل الشوارع ايه ذنبه؟ طفل نعم. الشوارع بقى عندنا طفل شوارع وشاب شوارع ورجل شوارع. نعم. وسايبينهم ومحدش واخد باله. فاذا كان انت الماجستير بتاعك كان في حاله زي كده، فيا رب نقدر نعمل. انا تحت امرك. انا شرفت بيك يا دكتور. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. وربنا يعيد عليك الايام بخير، ودايما كده منورنا وحاجه تفرح. انا شخصيا فخور جدا.